هو امتحان البي ام بي هيتحول ويبقى على الاصدار السابع بتاع البين بوك من امتى؟ تقريبا ده اكتر سؤال بتسأله، اكتر حتى من سؤال هنتغدى ايه النهارده. السؤال في حد ذاته بيوضح ان احنا مش عارفين البي ام بي ماشي ازاي. البي ام بي مش مرتبط بالبين بوك. خلينا بقى ناخد خطوه لورا كده ونوضح الصوره الكامله للموضوع. البي ام بي ده الامتحان اللي بيصدره البي ام اي او الشهاده اللي بتصدرها البي ام اي اللي هي البروجكت مانجمنت انستيتيوت او معهد اداره المشروعات. وده معهد مش معهد اكاديمي او جامعه او اكاديميه يعني بتدي كورسات وخلاص. ده معهد بحثي بيعمل ابحاث في مجال اداره المشروعات وبيطلع مراجع معرفيه او مراجع علميه الناس بتعتمد عليها في مجال اداره المشروعات. واحد من الكتب اللي بيصدرها هو البين بوك Project Management Body of Knowledge أو الدليل المعرفي لإدارة المشروعات. لما بدأ الامتحان بتاع البي ام بي من أواخر الثمانينات وبعدين لما بدأ يصدر البين بوك ده في أواخر التسعينات، كان امتحان البي ام بي كان معتمد بشكل أساسي على البين بوك، إن أنت بتذاكر الكتاب ده عشان تمتحن الامتحان ده، فده كده المرجع أو الماتيريال أو الريفرنس أو أيا كان هتسميه إيه، ده الكتاب بتاع المنهج. أنت بتذاكر البين بوك عشان تمتحن البي ام بي. الكلام ده كان شغال من اواخر التسعينات لغايه 2021، لغايه يناير 2021. ده وقت بقى ما حصل اللي لخبطت ناس كتير. الامتحان كان دايما بيجي على الكتاب، وكان مع الكتاب بيصدر حاجه اسمها ECO Examination Content Outline اللي هي محاور الامتحان. فبي ام بي Examination Content Outline هي محاور امتحان البي ام بي. دي عباره عن ايه المحاور دي؟ بيقول لك فيها الامتحان متقسم ازاي، ايه هي البروسيس جروبس او ايه الدومينز اللي انت هتبقى بتمتحن عليهم عشان تبقى جاهز بيهم يعني للامتحان. في سنة 2020 نزل الابديتد اكزامينيشن كونتنت اوتلاين اللي هيتم تنفيذه او هيتم العمل بيه من سنة 2021، فعليا من يوم 2 يناير 2021. ده بقى كان المفاجأة بالنسبة لكل الناس، ان البي ام اي قرر انه يعتمد بشكل اكبر على الاجايل ميثودولوجيز والهايبريد مودلز. كانت موجوده كده كده في البين بوك من الاصدار السادس عادي اللي كنا بنذاكر منه على طول او كنا بنشرحه، كان موجود فيها ان في ووتر فول وفي اجايل وفي هايبريد. وكان حتى بينزل مع البين بوك الاجايل براكتس جايد اللي هو الكتاب الخاص بشرح الاجايل، بس يعني ما كناش بنهتم بيه قوي او ما كانش ده محور الامتحان. لكن في الاكزامينيشن كونتنت اوتلاين او الاي سي او اللي نزلت في مارس 2020 عشان يتم تطبيقها من يناير 2021، لا الموضوع اختلف، وان بدل ما هنكون بنركز على الدومينز القديمه اللي كنا بنشتغل بيها اللي هي مينلي كانت البروسيس جروبس، الفايف بروسيس جروبس، لا احنا هنركز بقى على بيبل وبروسيس والبيزنس. فدول كانوا الثري نيو دومينز اللي هنركز عليهم في الامتحان، ومعاهم ان احنا هنكون بالامتحان تقريبا نصه على الووتر فول ونصه على الهايبريد والاجايل. وبعدين في شهر اغسطس 2020 نزل الاصدار السابع من البين بوك. الاصدار السابع لما هتيجي تقراه هتلاقيه تقريبا فور كل اللي كنا بنشوفه في البين بوك قبل كده. بدل ما كنا بنتكلم في البروسيس جروبس وان من اصدار للتاني كنا مثلا نشوف بروسيس جديده او نضم تو بروسيسز على بعض وندي لهم اسم جديد، او يبقوا 47 بروسيس وبعدين يبقوا 49 بروسيس، وكل الحركات اللي كانت بتحصل في الاصدارات السابقه في البين بوك. لا البين بوك السابع قلب الكلام خالص. بدل ما كان بيتكلم في بروسيس جروبس بقى بيتكلم في بيرفورمانس بدل جروبس، بقى بيتكلم في مصطلحات اجدد شويه، وحجم الكتاب نفسه بقى اصغر، وطريقه عرض الكتاب اختلفت عن الاصدارات اللي قبليه. وبالتالي هو مش ستاند الون اديشن، هو مش كتاب او اصدار نقدر نعتمد عليه بشكل كامل لوحده. وحتى لو كان بنعتمد عليه بشكل كامل لوحده، فالاكزامينيشن كونتنت اوتلاين الجديده ما بقتش بتقول ان احنا بنعتمد على البين بوك. امال بتعتمد على ايه بقى؟ بتعتمد على 10 مصادر تانية او 10 مصادر من ضمنهم البين بوك. فالامتحان دلوقتي بقى بيقول لك انه بيعتمد على 10 كتب. اول كتاب فيهم حتى مش بيذكر لك البين بوك، بيذكر الاجايل براكتس جايد او الدليل الممارس في الاسلوب الرشيق او الاجايل يعني. فالاجايل براكتس جايد هو رقم 1. رقم 2 هو البين بوك. ودلوقتي لو دخلت على الموقع بتاع البي ام اي عشان تشوف ال10 مصادر دول، هتلاقي مش مكتوب جنب البين بوك 6th اديشن او 7th اديشن. لا الموضوع دلوقتي بقى بين بوك بس من غير ما يحدد لك هو هيكون على انهي اصدار.
وبالتالي احنا دلوقتي مطالبين بالاصدار السادس والاصدار السابع. وعشان كده في الكورسات بكون بشرح الاثنين، بكون بشرح الاصدار السادس والاصدار السابع، او مش بشرح الاثنين يعني بشكل منفصل، ولكن الماده العلميه اللي بيتم شرحها او اللي بتحصل عليها بتكون منبثقه او يعني ماخوذه من الكتابين دول، الى جانب باقي الكتب اللي هم هتلاقي 10 مصادر لكتب مختلفه في مجال اداره المشروعات. تقدر تشوف الليسته كامله وتقدر تحمل الكتب دي اونلاين وسهله جدا ومتاحه. وبناء على ما سبق يبقى السؤال بتاع الامتحان هيبقى على الاصدار السابع من امتى ما بقاش valid question دلوقتي، ما بقاش ده سؤال منطقي او سؤال ليه علاقه بالموضوع، لان ال PMI خلاص بيعتمد اكتر من مصدر، مش مصدر واحد بس للامتحان. والاسئله ما بقتش بتعتمد زي زمان بقى على الاي تي تي اوز بقى inputs والتولز اند تكنيكس والاوتبوتس، وانه يقول لك سمع لي الانبوتس بتاعت البروسيس دي ايه والبروسيس اللي بعدها والبروسيس اللي قبلها والكلام ده كله. لا، الموضوع ما بقاش مرتبط بالاي تي تي اوز دي خالص، لان دي الطريقه اللي بيمشي بيها كتاب البين بوك. باقي الكتب ما بتذكرش الاي تي تي اوز والبروسيس جروبس بالشكل ده. الامتحان بقى بيجي لك بشكل مختلف، بقى بدل ما هي اسئله نظريه بس بقى بيجيب لك مواقف عمليه من حياتك كمدير مشروع، والمواقف المختلفه اللي هتحصل لك والتعامل مع الفرق المختلفه سواء جوه الشركه بتاعتك او التيم البروجكت تيم اللي معاك او عند الكلاينت او الكونتراكتور وكل الاطراف المعنيه او الستيك هولدرز اللي هتكون بتتعامل معاهم. يبقى احنا بنتكلم هنا على امتحان مش مرتبط بمصدر كتاب واحد، وحتى لو هيحصل اي ابديت على الامتحان فمفيش توقع لاي حاجه عن الكلام ده قبل النص الثاني من 2022، ودي يعني تكهنات، مفيش اي حاجه رسميه صدرت عن ال PMI بتقول ان هيتم تعديل الامتحان او طريقه الامتحان او طريقه الاسئله او المصادر بتاعه الاسئله. مفيش اي كلام عن الموضوع ده. كل اللي اتقال ان عمليه زي دي هتاخد عده اشهر، لانها عمليه يعني بتاخد موافقات كتير وحاجه طويله بالنسبه لل PMI. فانت ما تشغلش بالك خالص بالتغيير بتاع الاصدار السابع. لو انت بتسال على الموضوع ده عشان تبدا مذاكره ولا لا، ابدا دلوقتي، ابدا حالا، خلص ما تكملش الفيديو ده، اقفل الفيديو ده وروح ذاكر دلوقتي. الامتحان مش هياخد منك ان شاء الله اكتر من شهرين او 3 شهور مذاكره. ابدا، مفيش اي تغيير هيحصل خلال الفتره دي، وحتى لو حصل فانت خلاص بقيت عارف الهايبريد موديل والووتر فول والاجايل ابروتش، فانت خلاص معاك كل حاجه تقدر تدخل بيها الامتحان. هيختلف معاك الامتحان في ايه؟ بدل ما بيجيب لك 4 اختيارات تختار منهم واحد هتختار منهم 2، هيجيب لك الاسئله وتوصل حاجات بحاجات هتعمل ماتش. كلها في الاخر بيسالك على فهمك للماده، انت مش هتبقى بتحتاج تذاكر اسئله معينه. مفيش دلوقتي اسئله هحفظها عشان ادخل امتحن، انت محتاج تبقى فاهم اداره المشروعات. فايا كان هم هيعملوا ايه، انت في الاخر فاهم الاجايل وفاهم الووتر فول، فتقدر تحل ان شاء الله. ابدا حل على طول، ابدا مذاكره، ابدا حل اسئله، جهز نفسك للامتحان، وما تشغلش بالك بحته التغيير اللي هيحصل ده، لان خلاص الامتحان لسه متغير في يناير 2021 وطريقته والمصادر بتاعته. فيعني حته ان هو يتغير تاني قريب دي لسه مفيش اي كلام عنها. ابدا وربنا يوفقك في الامتحان باذن الله. كنت معاكم في الفيديو ده محمد ابو العينين، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل على اليوتيوب عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، وكمان تتابعوا الفيديوهات اللي فاتت اللي بتتكلم عن اداره المشروعات، وتعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك صفحه ذا بروجكتير عشان تعرفوا كل جديد في مجال اداره المشروعات والكورسات اللي هنعلن عنها قريب ان شاء الله.